أنا ست أرملة، عندي 54 سنة، وارتبطت بواحد أصغر مني ب25 سنة من العيلة، وعمل فيا حاجات تغضب ربنا، ومش هتتخيلوا الشخص ده مين وعمل ايه. اسمعوا مشكلتي للنهاية وقولولي أتصرف ازاي، بس بعد إذنكم من غير تجريح. وقبل ما نكمل مشكلة النهاردة يا ريت نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كلنا في الكومنتات. وصاحبة مشكلة النهاردة بتقول: زوجي متوفي من 3 سنين. زوجي ده كان شخص محترم جدا، وانا كنت بحبه قوي وبقدره قوي، وطول فترة زواجنا ما شفتش منه غير كل خير. بس كان عندنا مشكلة هي اللي منغصة علينا حياتنا، وهو ان جوزي ما بيخلفش. وطول فترة جوازنا كانت العيلة واصحابي والقرايب يتحايلوا عليا ويقولوا لي: يا بنتي خلاص انت استحملتي كتير، انت عملتي اللي عليكي، لازم تتطلقي وتتجوزي واحد غيره، لازم تخلفي وتشوفي حياتك. وانا كنت مانعه حاجه زي كده لاني كنت بحبه جدا. كنت دايما اقعد ارد عليهم واقول لهم: طب افرض اتجوزت التاني ده وطلع هو كمان ما بيخلفش، او خلفته منه وطلع شخص مش كويس ومش محترم ومش بيحبني ومش بيقدرني زي جوزي ده، ساعتها هعمل ايه وهتفيدني بايه الخلفه؟ انا كده كويسه جدا ومرتاحه نفسيا. كنت بنام ساعات وانا دمعتي على خدي، كان نفسي في طفل يملى علينا حياتنا ويبقى يعني هو الفرحة وهو السند، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما أردش بحاجة زي كده، وأنا رضيت بقضاء ربنا وبقدري وبنصيبي وكنت راضية والحمد لله. لحد ما جوزي توفى طبعا أنا زعلت جدا وحزنت عليه، وفضلت لحد دلوقتي من غير جواز. بعد ما جوزي توفى وانا حسيت بوحده رهيبه، وما كانش في حد بيبص عليا ولا بيزورني غير اختي الصغيره، يا ربنا يجازيها كل خير. وحتى بعد ما اتجوزت سكنت في مكان قريب مني علشان تفضل رايحه جايه عليا. وانا طبعا زي ما قلت لحضراتكم من بعد جوزي بقيت لوحدي وماليش اي حد. وفي مرة أختي قاعدة عندي ولقيت التليفون بيرن، لقيت ابن أخوه بيتصل يطمن عليا. قلت له: والله فيك الخير، واتبسطت جدا وعزمته إن هو يجي يتغدى معانا. وطبعا أختي كانت موجودة معايا في البيت، جه وقعد معانا واتكلمنا وضحكنا وكلنا، وبعد كده خد بعضه ومشي. وبقى كل يوم يتصل بيا يطمن عليا وانا كنت مبسوطه جدا. بعد كده في مره بيكلمني قلت له: هو انت مش ناوي تيجي تشوفني بقى ولا ايه؟ هي خلاص كانت اخر زياره. قال لي: لا لا لا. وفعلا جاني تاني يوم على طول، وحسيت ان هو قاعد معايا ان هو في حاجه عايز يتكلم فيها، فبصراحه انا اللي جريته في الكلام وحاولت افتح معاه اي حاجه، ولقيته بيكلمني وبيقول لي: انا عايز اتجوز اختك. قلت له: اختي؟ قال لي: اه انا بحبها. قلت له: بتحبها ايه؟ اختي اتجوزت خلاص، اختي بقى لها فتره متجوزه، وهي كانت قاعده جنبي زي ما شفتها وساكنه قريب مني علشان تيجي كل شويه تطمن عليا. هو انت مش متجوز ومخلف كمان؟ قال لي: اه بس انا مش مرتاح مع مراتي. قلت له: طيب خلاص مالكش نصيب، اختي اتجوزت وانت كمان متجوز، ارضى بنصيبك. وبعد فتره لقيته بيتصل بيا تاني وعايز يجي يتغدى معايا. قلت له: اهلا وسهلا. وفعلا عملت غدا محترم وجي قعد وكل. وبعد كده لقيته بردك عايز يتكلم واتكلم معايا وقال لي، ودي كانت صدمه كبيره بالنسبه لي، قال لي: بصراحه انا جايه علشانك. قلت له: ما انا عارفه ان انت جايه علشاني. قال لي: لا انا جايه علشانك عشان محتاج لك انت وعايز اتجوزك انت. انا ساعتها اتصدمت وقلت له: انا تتجوزني ازاي؟ وفرق السن اللي بينا، انا اكبر منك ب25 سنه. قال لي: ما فيش فرق السن ولا الكلام ده. تاني حاجه انا سالت في دار الافتاء وقال عادي وينفع ويجوز ان انت تتجوزيني. طبعا انا كنت بسمعه وانا فرحانه بس مداريه. قلت له: طب سيبني افكر. وكل يوم فضل يتصل بيا ويقول لي: ها فكرتي؟ اقول له: لا لسه. لحد ما في مره لقيته بيقول لي: انا عايزه اقعد معاكي، عايزه اتكلم انا وانت لوحدنا. قلت له: ماشي تعالى، انا خلاص هعمل الغدا واستناك. فعلا جه واتغدينا انا وهو، وبعدين دخلت عشان اعمل الشاي في المطبخ. طلعت من المطبخ واقفه في الصاله لقيته قالع جزء من هدومه. قلت له: ايه ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ قال لي: انا حران هموت من الحر. قلت له: طيب ماشي. وانا بحط الشاي قعدت جنبه، فجاه لقيته خدني في حضنه. انا ساعتها ما حسيتش بنفسي، وحصل اللي حصل ما بينا. طبعا حضراتكم فاهمين في الوقت ده بقى بيحصل ما بينا كل يوم كده. وبعد 4 مرات تقريبا قلت له: هو احنا مش هنتجوز ولا ايه؟ قال لي: نتجوز؟ نتجوز ليه؟ ما اللي انا عايزه اتجوزها بقت معايا اهو. نتجوز ايه يا شيخه؟ بلا تكاليف جواز، بلا قرف، بلا الكلام ده، احنا اولى ودينا مرتاحين مع بعض، لا مشاكل ولا حد عارف عننا حاجه، وانا بحبك وعايزه افضل معاكي، خلينا كده احسن وانا مبسوط اني معاكي. قلت له: ماشي. ومن وقتها وانا متضايقه وبدات اغير عليه، وبصراحه بحبه جدا ومش قادره استغنى عنه، ومش عارفه يا جماعه اعمل ايه، اسيبه ولا اكمل معاه؟
ولا اسيبه عشان خاطر اولاده؟ انا ما بقتش اقدر استغنى عنه، وفي نفس الوقت مش مرتاحه للوضع. يا ريت حضراتكم ما تجرحوش في الكلام وتشوفوا لي حل، لان انتوا عارفين انا بقالي فتره عايشه في وحده، والوحده صعبه جدا. قولوا لي ايه الحل.